بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب الدين، لكم المقطع الأول اللي قلنا لكم. لو القبيلة هذه الذي في البلاد لو يشتغلوا بيسكوا الشعب اليمني كامل، بعدين هم لا يساربوا بترول ولا يعملوا ويشقوا ويشتروا سيارات أو يشتروا أي شيء لمصالحهم. هم شراءهم وجمعهم لتحليل مشاكلهم، هم اللي يدوا الثغرة ويدوا المشكلة علشان يحلوا. والشعب اليمني هذه حق المساربة والتسريب. أبصركم واحد قبيلي ولا واحد بالدولة يسارب بترول ما حلش عندهم، لكن عندنا يعني نشوف المواطنين المساكين الذي جالس يستمع لاظم بالمساجد بالعلمنة لعبوا بالبلاد وشرد العباد. يعني أصبحت اليمن بكة، بكوا الناس جمعوا وهاجروا الناس منه، وأصبحت هاجروا المسلمين من هنا من داخل اليمن، وعادوا لو عادوا يوصل هناك ودي العبودية لهم، يشجع القبيلة هذه فهو فاسد مثلهم. وإن استمروا ونقول يقلعوا كلهم ما نشتيهمش، هم سبب المشكلة وسبب الثغرة بالبلاد كلها. هذو كلهم اللي ماسكين بترول ما عندهمش يمسكوا ليش؟ بسبب الحقامة هذو يسرقوا البلاد وينهبوه من شان مصالحهم الذي يطبغوا به ويسرقوا الدولة والسيالة الحلا لهم واللذة. وشوفوا الجمع حق القبيلة وشوفوا حق المواطنين. هذا حق المواطنين وهذا حق القبيلة. خراب لا له صلاح. وأسأل الله تعالى أن يصحي الشعب اليمني كامل ويدخلوا بكة آمنين، يرجعوا إلى بلادهم وهم آمنين. لعى من دخل بيت أبي سفيان آمن. لا تآذوا الناس ولا يآذوكم، حتى لو قاطعوا علينا كما طغوا. نعمل مثل محمد بن عبد الله، من سلم شر الآخر يقبل، وإحنا نقبل السلم حتى لو اعتدوا علينا، لأنه حمايتنا هي أن لا نعتدي لأحد على صفة محمد بن عبد الله الذي بالقرآن إنك إلا على خلق عظيم. هم لا عندهم لا خلق ولا خلق ولا ريحوا البلاد ولا ريحوا العباد، خلوا الناس مشردين شرق وغرب. الله تعالى أن يصحي الشعب بأكمله. تمام يا شعب اليمن، لا تقعوا منافقين مثلهم. وهذا لو اشتغلوا هذا القبيلة هذا والله ما يعملوا حفلة، لأنه الحفلات هذه كلها على حساب الشعب اليمني من صغير إلى كبير، من قبيلة مش داخل بالدولة إلى أصغر فرد على حسابنا. والسلام عليكم.